بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم مهم جدا يا جماعة. احنا هنكلمكم عن طرق تزوير العملة. في أهم طرق، 3 طرق لتزوير العملات الورقية، وأقول لحضراتكم عليها. بس يا ريت تشوفوا الفيديو الآخر عشان تستفيدوا وتعرفوا ازاي تكتشفوا العملة بسهولة المزورة من الحقيقية. لأن الأيام دي في شركات عملت عملات وبتبيعها عن طريق النت. الشركة اللي انقبضت عليها كانت بتعمل عملات مزورة وتبيعها، فدي انقبضوا عليهم لأن دي بيعملوا عملات مزورة. فطبعا يا جماعة أقول لحضراتكم ازاي تكتشف العملة المزورة بسهولة. في 3 طرق لتزوير العملات الورقية. أولهم وأهمهم اللي هي العلامة المائية يا جماعة. يعني عندك ال 200 جنيه دي العلامة المائية يا جماعة. في علامة مائية كده لما تعملها بتظهر اهيت زي ما حضراتكم شايفين. ديت ما ظهرش غير في الشمس. العلامة المائية ديت مكتوب علامة مائية ومكتوب تحتها 200 جنيه. دي عشان فئة العملة 200 جنيه وال100 مكتوب تحتها 100. فطبعا يا جماعة ديت مش مزورة. المزورة يا جماعة بتعملها كده تبقى باينة خفيفة، باينة مرسومة، ما تبقاش علامة مائية، مرسومة خفيفة. انما لازم تعملها كده عشان ايه؟ تبان معاك زي ما حضراتكم شايفين، باينة في الإضاءة. غير كده لو عملتها كده، لو عكست درجة الورقة كده وشفتها، يبقى ديت مزورة. ديت أول طريقة للتزوير يا جماعة. معاكم اللي احنا قلنا عليها الراس ديت لازم تبقى علامة مائية زي ما حضراتكم شايفين، علامة مائية كده باينة في الإضاءة بس. غير كده مرسومة بتبقى باينة خفيفة أول مرسومة عشان إيه؟ يوحي لك إن هي علامة مائية، بس هي مش علامة مائية. ده أول طريقة ممكن تكتشفها بسهولة، يعني تزوير العملات زي ما حضراتكم عرفتم اهوت. دي أول طريقة. تاني طريقة يا جماعة، ودي برضه موجودة برضه في 100 جنيه برضه، وبرضه اللي هي الحقيقية. إنما العملة المزورة اللي هي تكون مزورة فيها بعض الحاجات اللي هي حضراتكم دي بتبقى إيه؟ بتبقى كده زي ما كده العلامة. يعني ديت أصلا ورا كده يعملها مخطوطة كده عشان إيه؟ تبين لحضراتكم بس. الصورة المرسومة خفيفة جدا كده عشان تبان ان هي مزورة. طبعا نيجي بعد كده للطريقة التانية للتزوير، وهي الخط اللي موجود. شايف الخط يا جماعة اللي موجود اهو؟ الخط اللي موجود ده مكتوب عليه البنك المركزي، مكتوب عليه فئة العملة. يعني 200 جنيه مكتوب عليه 200 جنيه، اللي هو الخط اللي باين ده يا جماعة حضراتكم ده اهو. ده خط موجود في قلب الورقة من جوه، في الطباعة نفسها في قلب الورقة من جوه. ده مكتوب عليه 200 جنيه لو فيها 200 جنيه أو 100 مكتوب على 100. طبعا يا جماعة حضراتكم الخط ده بيكشف برضه بسهولة. لو ساعات بيبقى مرسوم برضه بيحسسك إن هو الخط مرسوم ومش مكتوب عليه فئة العملة. ده اللي هو الطريقة التانية لتزوير العملة. الخط ده مكتوب عليه بس مش باين أوي حضراتكم. الخط مكتوب عليه 200 جنيه اللي هو خط ده هيبقى مرسوم برضه عشان يوحي لك ان العمله مش مزوره. وبرضه اهو يا جماعه حضراتكم برضه 100 جنيه برضه الخط موجود برضه اهوت ومكتوب عليه 100 جنيه بنك مركزي. طبعا اهوت العمله المزوره اللي زي ديت يا جماعه خط مرسوم كده زي ما حضراتكم شايفين، خط مرسوم اهوت على الراضي مرسوم عشان يوحي لك ان العمله ايه؟ سليمه. دول الخطأ التاني يا جماعه. نيجي للخطأ الثالث، وهو خطأ سهل جدا وممكن اي حد يشوفه بسهوله. العمله اللي هي السليمه الملمس بتاعها الكتابه عليها بارزه، تحس ان الكتابه بارزه. يعني اي كتابه بنك مركزي واي كتابه على العمله اللي هي الصحيحه تمسكها كده تلاقيها بارزه، الكتابه عليها بارزه اهيت يا جماعه. تحس بالورقه كده مختلفه. وبرده مع ال 100 جنيه برده نفس النظام. طبعا ال 100 جنيه وال 200 جنيه دول هم اكتر عملات بيتزوروا لانهم في ايه؟ اعلى فئه في العملات يعني يا جماعه. فطبعا تزوير ال 20 وال 50 والحاجات دي بيبقى بسيط جدا، لان ايه؟ لان بتاخد منهم مجهود كتير يعني. فالعملات زي ما قلت لكم حضراتكم ملمس العمله كده يا جماعه بتشوفوا لقيتوا الحروف بارزه كده وخشنه، يبقى العمله دي سليمه. طبعا العمله المزوره يا جماعه
زي دي مثلا ورقه عادي تمسكها كده تمشي لك عليها تلاقيها ورقه ناعمه جدا، ورقه ناعمه معلهاش كتابه بارزه زي ما حضراتكم شايفين ده يا جماعه. طبعا ديت الثالث شيء في العمله المزوره ان يكون ملمسه ناعم تعرف ان هي مزوره. لو ملمسه خشن والكتابه اللي فيها بارزه زي ما حضراتكم شايفين قلت كده ال 200 وال 100 جنيه تمسكها بايدك كده تلاقيها كده بارزه تعرف ان العمله دي سليمه مش مزوره. طبعا 3 طرق دول للتزوير اللي احنا قلنا لحضراتكم عليهم لازم تاخدوا بالكم منهم كويس لان هيخليكم تكتشفوا العمله المزوره بسهوله. يعني اول حاجه قلنا لحضراتكم عليها اللي هي العلامه المائيه انها تكون تبان في الاضاءه فقط لا غير، لو بانت غير الاضاءه في زاويه تانية عاديه يبقى كده مزوره. تاني خطأ في العمله المزوره، تاني شيء في العمله المزوره بيعملوه ان الخط اللي هو البنك المركزي الموجود في نص العمله ديت مكتوب عليه فئه العمله، يكون في قلب الورقه نفسها ما يكونش بارق، ما يكونش موجود يعني كده مكتوب مرسوم. ثالث حاجه يا جماعه وهو ملمس الورقه، اللي العملات الصحيحه اللي هي الحقيقيه مش مزوره بتلاقيها ملمسها خشن كده بسبب بروز الحروف بتاعتها، الكتابه اللي عليها كلها بارزه فتحس الورقه خشنه معاك لها ملمس معين. انما الورقه المزوره بتلاقي هي ورقه عاديه جدا ملمسها ناعم جدا واقل شيء في الثانيه بتاعتها بتبان ان هي مزوره. طبعا دول الثلاث طرق يا جماعه اللي حضراتكم عليهم يا ريت تعرفوهم وتكتشفوا اي عمله مزوره عشان ما حدش يعرف الخطا ده. واهم شيء يا جماعه ان تكونوا استمتعتوا بالفيديو ووصلكم بعض المعلومات المهمه، ويا ريت اللي مش مشترك يشترك في القناه ويعمل لايك ويعمل تفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. قناه اثريات محمد نشار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.